السلام عليكم حبايبي وحباباتي، كنتمنى هذا الفيديو لقاكم احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله نوجد معكم ألذ واحسن سباكيتي مميزه في المذاق، لذيذه بزاف ومعلكه بالفرماج. انا متاكده غتاكلوا احسن سباكيتي بهذه الطريقه. غنحتاج سباكيتي، الكميه على حسب العائله او افراد الاسره. غنحتاج الماء سخون، غنديرها في ديك الكاسرونه وغنديرها في قلبوطه كطيب معايا. من بعد هي كطيب كنزيد نحضر ليها الصوص ديالنا. كما كتشوفوا معايا خديت زيت الزيتون، 2 فصوصه ديال الثومه. هنا ما كنشعلش البوطه حتى كنحضر كاع المكونات. غناخذ معلقه كبيره ونصف معجون الطماطم، كنحتاج كنور النكهه اللي بغيتو، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره، سكينجبير وشويه ديال الابزار، شويه ديال الملح على حسب الذوق. غنحتاج شويه ديال القزبر ومعدنوس. غنحتاج حتى صلصه ديال الطماطم. كما شفتوا معايا حطيت المعجون، غنحط حتى الصوص ديال الطوماط. هذه خديت اولا معروفه غنيه عن التعريف. غنحتاج علبه ديال السمك على حسب النكهه والسمك اللي كتبغيو واللي كيعجبكم. انا خديت هذا، المهم الاسم راه معروف. تقدروا تاخذوا جولي او لا اي حاجه بغيتو. المهم هو كاينين بزاف ديال الانواع ديال السمك، خذوا اللي كتبغيو واللي كيعجبكم. انا هذا ناقص من الملحه، ما فيش الملحه بزاف، هذا علاش خديته. شويه ديال الكمون، معلقه صغيره. كما شفتوا معايا هنا كنشعل عليها البوطه وكنخلي المكونات في نار مهيله، كنحركهم حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم. من بعد ما كيتجانس ليا هذوك المكونات كنبقى نحرك فيهم مزيان بحال هذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا في الفيديو. من بعد كنزيد شويه ديال الخل على حسب الاختيار. كنحتاج شويه ديال الصلصه الحاره على حسب، حتى هي على حسب الاختيار. تقدروا تستغناو عليه وما ديروش، حتى الخل حتى هو تقدروا تستغناو عليه. انا كندير الخل غير على حسب السمك باش ما تجيش هذيك الريحه مجهده. من بعد ما صافي شحرنا هذيك المكونات اللي شفتوا معايا، كنزيد تقريبا 2 كيسان ديال الماء من الماء ديال لي بات اللي كطيب معانا في الكاسرونه. هذاك الماء ديالها هو اللي كنهزوه وكنحطوه في هذوك المكونات اللي شفتوا معايا. المهم كلشي واضح على الفيديو، انا غير كنقول لكم الطريقه بالتفاصيل. هنا كنزيد نحرك غير شويه صافي وكنطفي البوطه، كنخلي هذاك المكونات يطلقوا في بعضياتهم. وهنا كتكون وجدات ليا سباكيتي حتى هي كنكون طفيت عليها البوطه. من بعد هنا كنزيد معلقه كبيره ديال نكهه الزعتر على حسب الذوق، حتى هو تقدروا تستغناو عليه. انا كتعجبني الزعتر في السباكيتي، ولكن صراحه كيجي لذيذ بزاف مع هاد المكونات. الزعتر كيجي بنين وكيبننها بزاف. كما شفتوا معايا دوك المكونات حطيتهم في ديك سباكيتي اللي صفيتها مزيان، ما خليتش فيها الماء. صافي هنا كنخلط المكونات كاملين مع بعضياتهم. ضروري تخلطوا المكونات مع بعضياتهم وديك سباكيتي تدخل معها هذيك لي صوص اللي صاوبنا ليها. من بعد هنا كتشعلوا البوطه تقريبا 1 دقيقه، ما تفوتوهاش. من بعد تفوا البوطه، ما تخليوهاش شاعله بزاف حيت ما كاينش الماء، غير باش تسخن مع بعضياتها وتطلق هذيك لي صوص مع سباكيتي ديالنا اللي حضرنا. صافي هنا كنكون صافي ساليت وخلطتها مزيان مع بعضياتها. كنطفي البوطه وكنزيد شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الزعتر في الاخير باش تبقى ديك الريحه ديال الزعتر باينه وريحتها عاطيه. وانا متاكده غتعجبكم بالزعتر بزاف، كتجي لذيذه بزاف. تبعوا معايا هاد الطريقه اللي حطيتها معكم وانا متاكده غتشكروني عليها وغتعجبكم بزاف. هنا حطيت الجبن موتزاريلا وجبن ديال برجر، تقدروا ديروا اي جبن متوفر عندكم. انا هاد الجبن كيعجبني اللذه ديالو درتو، واخا عندي الجبن موتزاريلا درت حتى هاد الجبن المربع حتى هو كيجي لذيذ بزاف. صافي هنا كنغطيو عليها نخليوها ترتاح وتطلق في بعضياتها. صافي هنا كتكون واجده ليا لي سباكيتي ديالي، كيجي واحد المذاق، واحد البنه، واحد التعليكه ما نعاودش لكم، كيجي لذيذه بزاف. انا متاكده غتعجبكم، جربوها بهذه الطريقه اللي وريتكم في لا فيديو واللي شفتوا معايا كامله. حضروها بهذه الطريقه وغتشكروني عليها. تهلاو في راسكم والصحه والراحه. انا متاكده غتعجبكم بزاف هاد السباكيتي اللي حضرتها معكم، وكتوجد في اقل وقت دغيا بالنسبه اللي بغى يدير اكله سريعه. هاد السباكيتي كتوجد في اقل من 10 دقائق. صافي تقدروا تزينوها باش ما بغيتو. انا زينتها بشويه ديال الفرماج وكنقول لكم بالصحه والله يعاونكم، وجات لذيذه بزاف. جربوها.
وغتشكروني عليها. بسلامة عليكم، وما تنساونيش من تشجيعاتكم، وما تنساوش تشتركوا في قناتي. نشوفكم في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. بسلامة عليكم.